السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفتنا لنهار اليوم مختلفة على جميع الوصفات اللي قدمتهم لكم من قبل، اللي هي ماتي دكيك بشكل جديد. مكوناتها بسيطة واهم شيء انها بزاف بنينه وتوجد في وقت قصير، ولهذا ديروا حفظ الفيديو ونروحوا نديروها مع بعض. هنا في البول تاع البيتران حطيت 2 حبات بيض كاملين، ضفت عليهم كاس الا ربع سكر، كاس الا ربع حليب وكاس الا ربع زيت، ضفت عليهم ورف صغيره لافاني وخلطتهم كامل مع بعض حتى يبيض لنا الخليط. بعدها نجو نضيفوا النواشف اللي هما كاس فارينه، كاس الا ربع كاكاو ويكون بني ويكون نوعيه جيده. قربلتهم وضفت عليهم رشه تاع الملح، مغرف صغيره بيكربونات، وخميره كيميائيه ووزن 10 غرام. ونعاود نضربهم مرة أخرى حتى يندمجوا لنا كامل المكونات ويعطونا خليط يكون بهذا القوام. وفي الأخير ضفت عليهم نص فنجان قهوة تكون سخونة، نخلطوا مليح حتى يندمجوا لنا المكونات ونجو نفرغوهم في بلاطو ولا في ساخسون اللي يكون الأبعاد تاعو 20 على 20، وندخلوا الفوق يطيب على 180 درجة حتى يعطينا هذه النتيجة. نخلوه حتى يبرد تماما ونجو نخدموا الكاناش اللي فيه 300 غرام شوكولا نوار ذوبتها، ضفت عليها مغرف كبيرة زبدة و250 غرام كريمة سائلة خاصة بالحلويات، ورجعتهم للميكرووند حتى ذابوا تماما وتحصلنا على كاناش لامع كيما راكم تشوفوا. ونجو نفرغوه مباشرة على الكيكة تاعنا بهذه الطريقة، ونجيبو كيردون ونحو به كامل هذوك الفقاعات وندخلوه للثلاجة يبرد على الأقل 3 ساعات. بعدها قسمته إلى مربعات، وكملاحظة كي تكونوا تقسموا الموس تاعكم دائما تحطوه في ماء سخون، تمسحوا وتقسموا الكاطو تاعكم هكذا باش يجيكم بيان فيني ويجيكم الشكل تاعو شباب. وشوفوا لي النتيجه النهائيه اللي تحصلنا عليها، جات بزاف بنينه، شكلها راقي. ننصحكم تجربوها، واكيد اذا جربتوها ما تنساوش تخلوا لي تطبيقاتكم.